صفقات النادي الاهلي ورحيل نجم الفريق. ازاي صفقات وازاي رحيل نجم الفريق؟ لا ده انا عايز اقول لك ان في غربله هتحصل في خط الدفاع، وفي لعيبه تقيله هتمشي من النادي الاهلي او هتطرد بمعنى اصح. يعني ايه يا كريم الكلام ده؟ لا ما انا هقول لك، بس قبل ما اقول لك ما تنساش اللايك، ما تنساش سبسكرايب، ما تنساش تقول لي ايه رايك في الكلام بعد ما اخلص الكلام. تعال اقول لك ان في غربله هتحصل في النادي الاهلي، والاهلي بعد كاس العالم للانديه قال لك ايه ده احنا ماشيين كده ازاي ده خط دفاعنا، ده خطوط الدفاعيه الايرانيه اقوى مننا، انت متخيل؟ فقال لك لا احنا لازم نغير الوضع لان الوضع بقى سيء، فاحنا محتاجين باك شمال. فامشي عطية الله بره، يلا نهايه اعارتك هتمشي. محتاجين باك يمين، فاقعد يا محمد يا تهاني دكه. محتاجين خط قلب دفاع، محتاجين نغربل الفريق، وفي لعيبه كبيره محتاجه تمشي. طب اول لعيب مين هيجيبه الاهلي؟ الاهلي هيجيب، انا اول نتكلم عن اللعيبه اللي هتيجي، بعد كده نتكلم عن الراحلين، لان الموضوع طلع في منتهى الخطوره وغربله بجد، غربله مش بهزار المره دي. اللعيبه اللي هتيجي، اول لاعب محمد شكري، لاعب البنك الاهلي باك شمال. عليه فاولات تاريخيه، جيت اجيب احصائياته لقيتها مش احسن حاجه. لقيت محمد مرعي اللي الاهلي عايز يجيبه مدافع فاركو، احصائياته اعلى منه، انت متخيل؟ محمد مرعي ده مدافع لقيته عالمي، بحثت عنه ولقيته نسبة امتلاكه للكرة 196 في السنة اللي فاتت، فاللعيب عنده كرة على الرجل وهتنفع ريبيرو وطريقة اللعب بتاعته، يعني ممكن يبدي لك هجمة. محمد شكري معرفش، بس اكيد احسن من اللي عندك انت فاهم؟ وما بحكمش على الصفقة غير لما تجيلك، بس انا بقول لك الاحصائيات اللي قدامي، انا ما بقولكش وحش، انا بقول لك الاحصائيات اللي انا شايفها. طيب محمد شكري ومحمد مرعي، مين تالت صفقة يا كريم؟ تالت صفقة هي هجومية، وهو أسامة فيصل. اه والله. طب ايه رأيك بقى ان أسامة فيصل اللي مش عاجب الناس ده، بدور على إحصائياته لقيته جايب 12 هدف في 25 مباراة تقريبا. معدل مش وحش، معدل حلو جدا كمان، انت فاهم؟ يعني لما تجيب مهاجم عامل الأرقام دي وتقعده دكة لمين بقى؟ ما ده اللي هنعرفه في الآخر. بس لما تجيب مهاجم بالإمكانيات دي مش وحش، احسن من اللي عندك برضه، فاهم؟ يعني احسن من اللي هيبقى عندك، بلاش اللي عندك عشان انت عندك وسام وجراديشار، احسن من اللي هيبقى عندك وجاي لك في الكلام. طب دي ثلاث صفقات يا كريم. في باك يمين بس لسه من الاهلي ما استقرش عليه. مين هو؟ لسه الاهلي ما استقرش عليه حاليا، بس بيفاضل ما بين اكتر من لاعب هقول لك عليه لما اتاكد منه. انا كل صفقه بقولها لك ببقى عارف ان الاهلي داخل فيها. الصفقه دي انا ما اعرفش. تمام. بس كده يا كريم. تعالى بقى نشوف قائمة الراحلين عشان دي ممتعة اكتر، دي جميلة، دي هتريح لك قلبك. اول لعيب كده بالصلاة على النبي، حسين الشحات، بره. انتر ابلكاش 33 سنة، ما بقتش تفيد النادي وخلاص كبرت، وانت ذات نفسك طلعت وقلت انا مش قادر على الضغوطات بتاعت الاهلي، فمع السلامة، ولا ضرر ولا ضرار، وفترة كانت جميلة، والف الف الف شكر يا حبيب قلبي. الصفقة التانية اللي هترحل عن الاهلي، او اللاعب التاني اللي هيرحل عن الاهلي، وهو محمد مجدي قفشه. دي بقى 50% 50%، يعني 50 50، يا يمشي يا يفضل قاعد. ايه الحاجه الوحيده اللي تقعده القضيه ممكن؟ والله، لان في الاهلي للاسف الفتره الاخيره في مجاملات، فممكن يسيبوه قاعد سنه ولا اتنين كمان يتكلح علينا عشان القضيه ممكن، وعشان السلكان والهبل اللي احنا بنسمعه ده، لكن هو اقل لعيب في خط وسط النادي الاهلي. لو يا عم خاف على شكله وعشان ما يتنمرش، طلعوا اعاره بره سنه ولا حاجه، وبعد كده ياخد بعضه مع السلامه، زي ما عملت مع سعد سمير ولاعيبه كتير كانت مستواها مش احسن حاجه، وقلت لها مع السلامه بالطريقه دي. انا شايف ده اشك حل، يعني لو انت هتفكر في الموضوع ده يبقى ده اشك حل، مع ان انا شايف ان مصلحه الاهلي فوق الجميع. اوكي. طب دي تاني صفقه، مين بقى تالت صفقه ودي الاهم، او تالت لعيبه يرحل وده الاهم؟ وسام ابو علي. ازاي وسام ابو علي يمشي؟ ازاي الاهلي هيفرط في وسام ابو علي؟ المبلغ اللي مدفوع بس، يعني ما انا شرحت لك، انت سالت ازاي انا جاوبت عليك. المبلغ اللي هيدفع في وسام ابو علي سواء لبشكتاش التركي او للدوري الاسباني، عشان في فرق في اسبانيا حط عينيها على اللعيب، يعادل ال 15 مليون دولار. ايه يا كريم الرقم ده؟ ما هو اللي جاب هاتريك في كاس العالم، انا مالي يا عم؟ مش هو اللي راح يتألق هناك؟ انا ذنبي ايه؟ ما هو اللي راح يعمل كده؟ مش هو اللي راح حطم ارقام ما حصلتش من ايام بيليه؟ مش هو اللي عمل لي فيها رونالدو؟ البس بقى وروح اتباع بقى، يعني ما انت غريب بصراحه، يعني انت غريب. راح تتألق لي هناك وتعمل لي الهيلمان ده؟ يا جدع ده انت جننتني يا جدع، ايه اللي انت بتعمله ده؟
لا غريب بصراحه يا وسام. ما انت جبت جون في نفسك والدنيا كانت جميله ومحدش واخد باله. لازم تحط هاتريك، لا وحاطط هاتريك متنوع، ضربه جزاء تاريخيه بكل برود، هدف بالراس تاريخي، هدف مش ايه يا عم، ايه يا عم القرف ده؟ طب واحد يقول لك كريم، طب ما انت ماسك في وسام ومش عايزه يمشي، وانت عندك كارثه بره او ورا، هريدي اللي واقف لك في الجون ده. اه والله عندك حق فعلا، انا غبي برضه، فاتتني دي. هريدي اللي واقف في حراسه المرمى ده، انت هتسيبه لغايه امتى؟ 37 سنه هريدي. تعال لما تجيب حارس تاني ويتاقلم معاك هتقعد قد ايه؟ هريدي انطر قبلكاش شناوي خلاص والله، ما تضحكش علينا بماتش وبقيه الموسم تفضل كده. انا خرقت منك يا عم، انت مقضيها سلامات كل الماتش، انت تشتجن في نفسك ليه كده؟ انت مصورات يا اسطى، فوتوغرافر، ما تروح تشتغل فوتوغرافر، هتبقى الدنيا جميله معاك. انا شايف ان يا جدعان الاهلي دلوقتي يعني مش عايز اقولها عشان حرام الكلمه دي، مش هنقول بيقدس، بيقدر اللعيبه زياده عن اللزوم، فاهم؟ وفي لعيبه كده بحسها اللي هو انت مش هتمشي من النادي لما رئيس النادي يمشي، زي الشناوي. في ايه يا عم، هو ماسك علينا زله؟ طب بلاش تمشيه قعدوا دكه، انا مش هتحايل عليك. انا بقى لي قد ايه بتحايل عليك على محمد هاني والشناوي، ودلوقتي بتفكر ان محمد هاني يقعد دكه وهتجيب لعيب مكانه، وبتفاضل بقى وبتشوف مين اللعيبه اللي هيجي مكانه. طب ما تمشي الشناوي معاه. والله ما فاهم يا جدعان، الشناوي ده قاعد بيعمل ايه؟ الشناوي قاعد بيعمل ايه في النادي الاهلي؟ دي حاجه غريبه بالنسبه لي، انا مش فاهم لغايه دلوقتي. عندك حارس مرمى ولا بيعرف يشوط ولا بيضحك عليا بتراي حتى ولا بيعمل اي حاجه، ورايح تمشي نجم الفريق اسامه ابو علي. طب ده جراديشار ده مقلب، ولو لعب اساسي والله هيخرب الدنيا. عشان الناس بس اللي بتقول لك جراديشار احسن من وسام والهبل اللي انا كنت بسمعه اول ما جراديشار جه. يبقى كده ثواني يا جدعان بس اتاكد من حاجه. صلي على النبي، وانا بدور كده على حاجه، وعايزك ما تنساش تقول لي رايك في الكلام ده بعد ما الحلقه تخلص، عشان صدقني انا بهتم برايك وبحترمه جدا، وبحطه وباخده في الحسبان، يعني ما تقلقش بقرا كل الاراء. في اشاعات او تسريبات، ماشي؟ انا ببحث دلوقتي عن الباك اليمين اللي الاهلي بيتفاوض معاه، لان كان في اسم في دماغي بس نسيته بصراحه. ودي غلطه مني، انا المفروض دي حاجه من الحاجات اللي انا المفروض احضر لها، فاهم؟ انا بتعلم معاك اهو، الفيديوهات الطويله بتعلم معاك، ها خلي بالك انا بجتهد اهو. فاول واحد اسمه احمد عيد، اللاعب المصري البورسعيدي. هو احمد عيد بس كده، تمام قوي، تمام قوي قوي قوي. تمام، تعال بقى نتكلم في حته ال- الباك اليمين دي، بس تعال نشوف ارقام احمد عيد. تعال نشوف ارقام احمد عيد ده ونشوف هل هو باك يمين عصري، ولا يعني ممكن يجي قعد محمد هاني دكه، ولا هيجي يشيلنا برضه. تعال نشوف. مواليد 2001، طوله 178. يا عم انا مالي، انا مش رايحين نتقدم يا جدعان، ماشي؟ المباريات اللي لعبها 14، ماشي. يا ابني ما تخلص. ايه ده، هو ايه ده يا جدعان؟ بيقول لك هو مدافع كويس بس ارقامه سلبيه، تسديدات 2 على المرمى. يا عم هات لي ملخص، هات لي ملخص يا ابني. دفاعيا ممتاز 64%، دفاعيا كويس. هو مش فاهم حاجه والله، اللعيبه بتاعتنا بقت الكواليتي بتاعها زباله كده يا جدعان بجد. انا نفسي انبهر بصفقه في الدوري المصري، يعني انا نفسي اضحك عليك دلوقتي واقول لك بس انا مش قادر يا اسطى، ما بعرفش اللي في قلبي على لساني. مين دول؟ مين دول؟ وفين قطاعات الناشئين؟ وفين ايه التطبيل ده يا عم؟ ايه كميه الوسايط دي؟ دول جرابيع يا اسطى. انا كنت بتفرج زمان على النادي الاهلي يا جدع، ده كان في مصر بدل اللعيب في المركز بتاعه اربعه وخمسه وسته. ايه يا مراكز الشباب، ما كفايه بقى. طب ما تطلع يا عم لعيبه كويسه وتبيعها بره وبالمبالغ اللي هتعدي الوسايط بكتير. مقاولين لغايه دلوقتي بتاخد مبالغ قد ايه من محمد صلاح ومحمد النني؟ ما تطلع يا عم لعيبه بدل السكه اللي انتوا بتطلعهم لنا دول. يعني ايه محمد هاني بقاله 10 سنين باك يمين الاهلي يا عم؟ في ايه يا جدعان ايه الجربعه دي؟ والنادي الاهلي برضو ذات نفسه، بص الناشئين بتوعه عاملين ازاي. دول الناشئين ما تاخدهمش معاك تروح تجيب بيهم تموين والله، وربنا ما تاخدهم تروح تجيب بيهم التموين، هيفرفروا منك. مين دول يا ابني؟ محمد تهاني وعلي اردغانه وميعه وايه ده، ايه ده، ومحمد مجدي نشفه
وخوف مش من تومورو، خوف من افتر تومورو. مين العيال دي يا جدعان؟ العيال دي مصدقه قوي، ويقول لك اصل هم عملوا انجازات اكتر من الجيل الذهبي. الجيل الذهبي ده كان محترف، كان على ايامه في كوره. دلوقتي في كوره في افريقيا؟ ده ايه ده يا عم؟ ده ايه ده؟ لا، وكل واحد تلاقيه جايب اخوه وعايز هو 30 مليون واخوه 20 مليون انتوا اللي خليتوهم ياخدوا على كده بالتطبيل بتاعكم على السوشيال ميديا. بقى كل لعيب شايف نفسه، كل ما يجيب جون خلاص يجي يجايس علينا بقى. انا عايز 40 مليون، انا عايز 70 مليون. يا ابني انت عايز مش هينفع عشان الناس ما تزعلش مني، بس استغفر الله العظيم. وربنا الدوري المصري ده حقيقي ما ينفع اكتر واحد ياخد اكتر من ابو تريكه. ابو تريكه كان بياخد 2 مليون. انا اكتر لعيب بالنسبه لي دلوقتي ياخد نص مليون او مليون. مليون ده لما بقى فاجر بقى بيطلع نار. ايه الاشكال دي يا عم؟ 40 مليون و50 مليون. عمر الساعه جابه ب 50 مليون وعايز تمشيه اعاره؟ ده انا نسيته عمر الساعه ده كمان. عمر الساعه ب 50 مليون وهيمشوه اعاره او بيع نهائي. يا عم ناقص هبل، هي ناقص هبل يا جدعان. ضايقتوني والله. ماشي، دي الصفقات اللي الاهلي هيجيبها ودي الصفقات اللي هترحل حتى الان. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، واتمنى ما اكونش تقلت عليك. خلص الكلام. بحبكم، سلام.